شغلي إن أفهم الناس ليه بتغلط وليه في لحظة واحدة بيضيعوا كل حاجة. كنت دايما بقول مفيش إنسان بيتفاجئ بنفسه، كل قرار ليه مقدمات، بس اللي ما كنتش أعرفه إن المقدمات دي ممكن حد يرتبها. أنا الدكتور عمر، أخصائي ومعالج نفسي، معين رسميا في وزارة الداخلية كأحد المساعدين في جرائم الانتحار والتهديد. ومن كام يوم جالي أول قضية، شاب في شقته، التقرير بيقول انهيار حاد في الدورة الدموية مع ترك رسالة انتحار. الضابط قال لي دي حالة نفسية واضحة. قلت له واضحة بس مش كاملة. سكت شوية وبعدين قال لي يعني ناقصها ايه يعني؟ بصيت للكوباية على الترابيزة وقلت ناقصها قرار أخير. قعدنا نراجع آخر يوم ليه، مكالمات، رسايل، لقينا تسجيل صوتي بيتكلم فيه مع حد بس الرقم برايفت. صوت هادي بيطمنه بيفهمه، وقال له ما تنساش الصح دايما صعب. الظابط سألني وقال لي مين ده؟ قلت له حد بيعرف يسمع كويس. طلعت النوتة بتاعتي وسجلت فيها القضية والدلائل والملابسات بتاعتها، وبعد تحليل طويل للفيديو اتقفلت القضية على انتحار. وبعد مدة قصيرة جات لي القضية التانية، حادثة طريق، بس المرة دي كان محقق رسمي جاي من الوزارة، بيقولوا اسمه رأفت، وبيقولوا انه قوي جدا ومفيش قضية بتصعب عليه. بصراحة ده بالنسبة ليا تحدي، وانا بحب التحديات. وصل مسرحية الجريمة، واول ما سألني قال لي ها ايه رأيك؟ فقدان تركيز؟ قلت له مش فقدان تركيز، ده خد قرار وكمل عليه. قال لي مش فاهم. قلت له الفرامل سليمة، اتجاه السيارة ثابت مش مذبذب، الحزام مربوط، التليفون في جيبه، مفيش اي اثار لمواد مخدرة، يعني كان واعي بس اختار يكمل. قال لي طب ليه كمل؟ قلت له اكيد لانه مقتنع ان الرجوع كان اسوأ. بص لي رأفت وقال لي انت بتتكلم كأنك كنت معاه. قلت له ده شغلي، ان اقرا الناس زي ما شغلك انك تحقق في قتله. رد وقال لي قتل؟ ما ردتش ومشيت، وبرضه اتقفلت القضية فقدان التركيز اثناء القيادة. وممرش كتير غير ومسكنا قضية تانية انا ونفس المحقق رأفت. مريض مات فجأة، التمريض جه وقال دي مضاعفات عادية، ده نفس اللي قاله الطب الشرعي. بس المحقق قال لي في حاجة غلط هنا. تفتكر ايه اللي غلط؟ قلت له الغلط ان كل حاجة مظبوطة زيادة. قال لي يعني ايه؟ قلت له في حد دخل وعدل التفاصيل. المضاعفات دي بيصاحبها اختناق، تشنجات، وده معناه على الأقل المكان اللي حواليه يتبهدل، لكن المكان مترتب جدا كأن حد استناه يموت ودخل رتبه. رافت قال لي حد زي مين؟ قلت له حد فاهم ايه اللي هيبقى طبيعي. قعدنا انا ورافت بره، قال لي انت شايف رابط؟ قلت له اه بس مش اللي في دماغك. قال لي قول. قلت الرابط مش الحوادث، الرابط شخص. لما دورنا في تليفوناتهم لقينا فيها تسجيلات لنفس الصوت بيسمعهم ويهديهم. كلهم كانوا تحت ضغط معين، وكلهم اتكلموا مع نفس الشخص قبلها. لما دورنا في تليفوناتهم
لقينا فيها تسجيلات لنفس الصوت بيسمعهم ويهديهم. بس رأفت وقال لي مين الصوت؟ اللي قلت له مين دي اللي المفروض أنا اللي أسألك عليه. وبعد كده عدى فترة وجالنا آخر قضية مسكناها مع بعض، ودي كانت أصعب. راجل انتحر، نط من الدور العاشر. كلمته قلت له أنا هناك. جه وأول ما شافني قال لي إيه رأيك؟ قلت له دي مش انتحار. قال لي إزاي ليه؟ قلت له مفيش حد بيطلع ينتحر بسجارة وكوباية شاي. قعد يفكر كتير ويدور، وانا قاعد بكتب النوتس في المكان، بس في الاخر برضه ما وصلوش لحاجة واتأيدت انتحار. وهنا بدأت اتضايق منه. قلت له سمعت عنك كتير، بس من الواضح في كتير دخان من غير نار. قال لي يا فندم انت بتقول ايه؟ قلت ولا حاجة، يلا بينا. وبعد ايام لقيته بيطلب يقابلني. اول ما دخلت لقيته متوتر، بيقول لي انت دايما عارف القضية ودايما بتفسرها، ومع ذلك عمرك ما حليت. قلت له لاني مش شغلي اني احل، انا شغلي اديك هنتات تساعدك تحل. قال لي لا، ده اختيارك انك ما تحلش. قرب وقال لي هو انت بتعرف الحكاية منين؟ قلت له بكل هدوء من الناس نفسها. قال لي ولا لانك كنت جزء منها؟ بصيت له واتفاجئت. طلع مكالمات وتسجيلات واكتشف حاجة فاتتني، ان كل الضحايا دول كانوا بيتعالجوا عندي، وان الصوت اللي في التسجيلات ده صوتي، مشابه بالظبط للصوت اللي كان بيكلمهم وبيهديهم. قام رأفت قفل الباب علينا وقال كفاية لف ودوران، انت مين وبتعمل ايه بالظبط؟ قلت له انا اسمي آدم، دكتور في السلوك البشري. شغلي اسمع الناس، مش الكلام اللي بيقولوه، الكلام اللي بيحاولوا يخبوه. اشتغلت سنين معالج نفسي. ناس بتيجي تحكي تفضفض وتنهار، وفي وسط الكلام بيحصل أهم حاجة، بتطلع الحقيقة. مش الحقيقة اللي بتتكتب في المحاضر، الحقيقة اللي محدش يعرف يثبتها. شفت ناس قدام الدنيا مثالية، وجوه الجلسة بيعترفوا بحاجات تخلي دمك يتجمد، لدرجة اني ما تحملتش في مرة وبلغت عن واحد كان اعترف لي بحاجة ما تتغفرش، زي انه اغتصب طفلة وصورها وهدد اهلها بالقتل والفضيحة، وهو كبير وليه نفوذ مسح الأدلة. بعد ما بلغت عنه واتمسك خرج على طول وعاش عادي. مش بس كده، ده عارف ان انا اللي بلغت وهددني انا بالقتل، ودي الغلطة اللي دمرت حياته. بس وقتها فهمت الحقيقة مش كفاية، وبدأت أركز في حاجة تانية، مش ايه اللي حصل، لكن ازاي ممكن يحصل، وازاي اوصل للنهاية اللي انا عايزها. انا ما غيرتش الناس، انا بس خليتهم يشوفوا نفسهم بوضوح، والباقي اختيارهم. كنت بسمع. قال لي بس؟ قلت له برتب. كل واحد عنده قصة، خوف، ذنب، ضعف، انا بس بديهم الصورة اللي يقدروا يعيشوا بيها. رأفت ضرب بإيده على الترابيزة جامد وقال لي يعيشوا بيها؟ انت قتلتهم؟ قلت له انا ما قتلتش، دي اختياراته مش بإيدي. قال لي كفاية فلسفة، ازاي الحوادث دي حصلت؟ ازاي؟ قلت له افهمك،
الأول الشاب اللي في الشارع كان عنده ذنب، كان بيدور على مخرج. أنا بس بروزتله المخرج، خاف وما كملش. بس الأوان كان فات خلاص، كان خد السم خلاص وجسمه كمل بداله. تاني الطريق مدير مدرسة، حياته كلها قايمة على صوره قدام بناته، وأنا خيرته ينهار أو يكمل، واختاروا إنه يكمل. والتالتة بقى مستشفى، ست جزء من شبكة بشعة بتبيع أذى الناس والتاجر فيه. مجرد دفعة صغيرة وكل حاجة حصلت لوحدها. وعلى فكرة أنا ماليش دعوة، اللي أنهى الموضوع واحدة من ضحاياها. وأما الراجل بقى اللي وقع من البلكونة ده واثق زيادة عن اللزوم. روتين ثابت، مكان ثابت، حركة ثابتة، نظام. وأي نظام لو اتغير في جزء صغير بيفقد توازنه، وهو فقده. تغيير في تفصيلة صغيرة جدا على درابزين بلكونته مات. بص له قال لي انت بتلعب بالناس. قلت انا بقرأه وبستغل ضعفه. قال لي ليه كل ده؟ قلت له ليه؟ انت سألتني ليه؟ اقول لك ليه. بصيت له في عينيه وقلت له لانهم مش ابرياء. رأفت شد الكرسي كده وقال لي كلهم؟ قلت له كل واحد فيهم كان عايش بجريمة محدش يعرف يثبتها عليه، وانا كنت الشاهد الوحيد. الاول كان يبان ضحية، شاب حياته باظت، فقد شغله وفقد مستقبله. بس الحقيقة هو اللي دمر كل حاجة بإيده. بس اللي رفضه وقال لي ازاي حد يدمر نفسه؟ الصيت بعيد. قلت له ابوه صرف عليه عمره، ولما رفض يدي فلوس قرر يعاقبه. اتفق مع مرات ابوه خلوا موته طبيعي. رأفت اتكمد قال لي انت متأكد من اللي بتقوله؟ قلت له سمعته وهو بيعترف، ممكن اسمعهولك. مش بس كده، الجريمة دي ما خوفتوش، دي شجعته. قتل تاني وابتز تالت، ولما جالي قالوا ان نفسه يتوب. بس اللي قال لي طب ما هو يعني هو كان صادق. لحد الجلسة اللي بعدها رجع يحكي لي عن خطة جديدة، بنت جديدة، ضحية جديدة، جريمة جديدة. ساعتها فهمت انه ما بيدورش على التوبة، هو بيدور على فرصة. بس رأفت وقال لي طيب التاني كان بيخاف ايه من ايه ولا ايه؟ قلت له التاني كان بيخاف من الحقيقة. مدير مدرسة محترم قدام الناس، بس جواه كان حاجة تانية خالص. بس رأفت وقال لي زي ايه؟ قلت له ابتزاز، استغلال، اغتصاب طلاب، سنين وهو بيدمر حياة ناس من غير ما حد يعرف اي حاجة، لحد ما هو بنفسه حكالي. بس اللي رأفت وقال لي وانت عملت ايه؟ قلت حطيته قدام نفسه وخليته يشوف ان كل حاجة ممكن تنهار في لحظة. سمعته بيقول انا لو اتفضحت انا انتهيت. وكان عنده 4 بنات، دول نقطة ضعفه الوحيدة. ساعتها بس بقى عنده اختيارين، الحقيقة او الهروب، اللي هو اختار. قلت له الاسهل طبعا، يكمل للنهاية لحد ما يختفي. رأفت اتوتر ومبقاش عارف يرد عليا. قلت له مش هخليك تسأل، هكمل. التالتة دي بقى مش ضحية، دي أخطرهم،
حلقة وصل بين كل حاجة، بتبيع تنظم وتكسب. مش بس عارفة الجرايم، دي كانت بتكبرها وتنظمها وبتكسب منها. السيلة رفض قال لي يعني ايه؟ قلت له كانت بتحول الأذى لبزنس، وكل واحد فيهم كان بالنسبة لها مجرد صفقة. بس نسيت حاجة، إن مش دايما الضحايا هيفضلوا ضحايا. في واحدة منهم قررت تنهي قصتها بإيديها. بس اللي رفض وقال لي فاضل واحد. قلت له ده اللي وصلني لكل دول. وده كان أغبى واحد فيهم، لأنه الوحيد اللي هددني. بس اللي رفض وقال لي ده هددك بإيه؟ قلت له بالموت. بعد ما اعترف لي بكل حاجة وعرف إن أنا اللي بلغت عنه، حب يخوفني. بس هو ما فهمش حاجة واحدة، أنا ما بخافش من اللي بيعملوا الشر، أنا اللي بعلمهم ينفذوه. ولما تفهم حد كويس هتبقى عارف آخره إيه. رافق كان واقف ما بيتكلمش، بس بيبصلي. قال أنا مش عارف أخد قرار. أنت مجرم ولا أنت شاهد ولا في حاجة ناقصة؟ يعني القضية التالتة دي مش زي الباقي، فيها حاجة صح؟ هي أكبر. ابتسمت ابتسامة وقلت له أخيرا وصلت النقطة صح. التلاتة التانيين كانوا نتيجة، لكن الست اللي في المستشفى دي كانت السبب. بس اللي رفض وقال لي وضح، أنا مش فاهم. قمت وقفت وقلت له في نوع من الجرايم ما بيبقاش هدفه الجريمة أو الأذى، بيبقى الدافع الربح، وكل ما كانت أبشع كانت أعلى. رفض مش فاهم، بيقول أنا مش فاهم حاجة، أنت بتقول إيه؟ قلت له سوق الدارك ويب، تسمع عنه؟ مش موجود على السطح، بس موجود في الحقيقة. ناس بتدفع عشان تشوف حاجات المفروض ما تتشافش لأنها ضد الآدمية. بس اللي رفض وقال لي قصدك فيديوهات؟ قلت له مش بس فيديوهات، دي طلبات. ناس بتطلب تمثيل سيناريوهات معينة وحد ينفذها. سكت شوية وقال لي الست دي كانت فين من ده كله؟ هي ما كانتش ضحية، هي كانت وسيط، حلقة وصل بين اللي عايز واللي مستعد واللي هيتضحى بيه. بتدور على ناس عندهم استعداد، ذنب، ضعف، طمع، وتحولهم لأدوات. بس اللي رفض وقال لي يعني بتجندهم؟ قلت له بطريقتها، تقرب، تفهم، تضغط، وبعدين تفتح الباب اللي لو دخلت منه مش هترجع زي ما كنت عمرك. رأفت اتعدل كده وبصلي، قال لي طب والأول يعني؟ قلت اتعرف عليها وهي اللي وسعت له السكة، خلت الجريمة تبقى أسهل وأربح، سهلت له قتل أبوه وكسبته ثروة، مش من أبوه، من اللي عمله في مرات أبوه. والتاني كان بالنسبة لها كنز، سلطة، ضحايا، خوف، أطفال بلا عدد، كل حاجة تقدر تبيعها. والرابع كان مجرد أداة توصيل، حلقة صغيرة في شبكة كبيرة، هو اللي بيوصلهم ببعض. بس اللي رأفت وهو واقف، انت كنت عارف كل ده؟ قلت له هما اللي قالوا، واحد ورا التاني، لما كانوا فاكرين انهم بيتكلموا في امان. قرب مني رأفت وقال طب انت ليه ما بلغتش؟ بلغت مرة وما حصلش حاجة، قضية اتقفلت والناس كملت حياتها، انما الضحايا ما كملوش ولا نسيوا ولا هينسوا.
ساعتها فهمت حاجة، إن العدالة مش دايما بالقانون. بص لي رأفت وقال لي فقررت تبقى أنت العدالة. قلت له أنا رد فعل. قال لي بس إزاي كل ده حصل من غير ما حد يلاحظ؟ قلت له لأن مفيش حاجة حصلت فجأة، كل حاجة بتتبني. ضغط نفسي، تحفيز بسيط، قرار صغير، تغيير بسيط في التوقيت، والباقي بتكمله الطبيعة البشرية. رافت كان ساكت بس فهم. قال لي انت اللي اخترتهم صح. قلت له لا، انا بس شفت نهايته وسبتها تحصل. رافت قال لي بس انت قاتل ودي جرائم قتل. ابتسمت. قلت له هتثبتها ازاي؟ مش هتثبت، لانك بتدور على قاتل، والحقيقة مفيش قاتل. في ناس بس اختارت النهاية وانا ما منعتهمش. في عالم الحقيقة فيه معروفة بس مستحيل تتثبت. انا بقى كنت الحقيقة دي. في نهاية الفيديو لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتشيروا الفيديو مع اصحابكم، ولو في اي تعليق او في اي حاجة تحب ان احنا نقولها اكتب لي في الكومنتات. شكرا، مع السلامة.